تعالَ ندخل في أول باب اللي هو التعريف، أو إيه التعريفات اللي استخدمناها في القانون الجديد. الحقيقة أنا لمّا شُفت القانون الجديد أنا اتصدمت، لإن في القانون القديم كان مدّيك 9 تعريفات فقط. طب في القانون الجديد لَم كل المشاكل وكل الأسئلة اللي بتقابلنا فادّانا 38 تعريف. طب إيه هي التعريفات دي؟ في تعريفات ثابتة زي ما هي، وفي تعريفات اتغيّرت أو زادت. طب إيه هي التعريفات اللي ثابتة؟ تعريف العامل زي ما هو، أي شخص يعمل مقابل أجر. صاحب العمل نفس النظام، شخص طبيعي أو كائن اعتباري ما اتغيّرش. أول حاجة زوّدها اللي هو المتدرج. يعني إيه المتدرج؟ اللي إحنا بنعلّمه حرفة أو مهنة أو صنعة، وهنعرف قدّام إن هو حَط شرط مهم جدًا للمتدرج ده وهو السِن، وهنعرفه بالتفصيل في الحلقات اللي جاية بإذن الله. طيب حَط إيه تاني؟ حَل المشكلة بتاعة الأجر الأساسي. حلّها إزاي؟ هو قال لك يعني إيه كلمة أجر؟ قال لك كل ما يحصل عليه العامل سواء نقدًا، ثابتًا أو متغيّرًا أو عينيًا. طيب يعني إيه الكلام ده؟ لمّا بتيجي تقبض بشكلين، بتيجي عدد ساعات معيّنة تشتغلها ودي بنسميها في الHR time based، إن أنا هاجي 8 ساعات أو 9 ساعات أو 7 ساعات whatever المدة اللي هتيجي تشتغلها وتاخد عليها مرتب. فده في القانون الجديد بقى اسمه أجر أساسي. يعني إيه أجر أساسي؟ الأجر المنصوص في عقد العمل. إيه ده؟ يعني الأجر القديم وتعريفه لأ اتلغى خلاص. حضرتك الرقم المكتوب في العقد اسمه أجر أساسي. طيب وليك شغل تاني أو بتعمل أداء تاني فده اسمه performance based. يعني إيه performance based؟ عملت شغل كويس هتاخد مكافأتك، عملت التارجت أو حققت التارجت اللي عليك هتاخد عمولة. في بعض مجالات السياحة في حاجة اسمها مقابل الخدمة وغيره، 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 دي كلها بنسميها performance إيه based. تجمع الاتنين على بعض هيديك حاجة مهمة جدًا اللي اسمها الأجر الشهري. طيب عشان كده هو ما أغفلش في التعريفات كمان أجر الاشتراك التأميني، وقال لك صراحةً طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 سنة كام؟ 2019. يعني أجر الاشتراك هو أقر بيه طبقًا للقانون. طب ادّى إيه تعريفات تاني؟ الحقيقة إن هم عملوا حركة حلوة جدًا، لإن في الوقت الحالي بقى في تنمر كتير في طريقة العمل، وفي عندنا بعض التحرُّش، مش عايز أقول اللفظ عامةً، بس هو شرح معنى كلمة تحرُّش، وشرح معنى كلمة تنمر، وضافها عندنا فين؟ في التفاصيل. ده بلس كمان إن هو شرح كل أنواع العمل سواء مؤقت، سواء عرضي، سواء موسمي بالتفصيل. وشرح كمان العامل غير منتظم وده ما كانش موجود قبل كده. وشرح العامل في القطاع الغير رسمي. طبعًا الحاجات دي كلها لو عايزين نعرفها بالتفصيل ممكن تبعتوا لنا وهنرد عليكم في استفساراتكم. النقطة الأهم بقى هو بدأ يهتم بصندوق التمويل، التدريب والتأهيل، وده اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا الصندوق ده مهم جدًا. عشان كده عمل حاجة اسمها التوجيه المهني، إن إحنا إزاي نساعد كل فرد إن هو يختار مهنة أو حرفة تناسب مؤهلاته. بلس كمان إن هو شرح التدريب ومعناه إيه، بلس إن عمل حاجة اسمها التلمذة الصناعية. بدأ يخش بالتفصيل إن إحنا إزاي نعلّم الناس المهارات الفنية والحرفية وغيرها والحاجات دي كلها. وعمل حاجة مهمة جدًا، عمل حاجة اسمها مجلس المهارات القطاعية. طب دوره إيه؟ قال لك إن إحنا هنعزّز ما بين الحكومة والقطاع الخاص. يعني من الآخر إحنا عايزين نعمل منظومة تعليم فني ومهني وتقني، فعمل مجلس المهارات القطاعية عشان يبدأ يعمل ده بشكل سليم 100%. الحقيقة السؤال ده مهم جدًا لإن هو عمل باب كامل عن التدريب. فده مهم جدًا لازم تعرفوا المصطلحات دي عشان التدريب في بعض الحاجات بقى إجباري لازم تعمليها. فهنعرف الكلام ده كله بالتفصيل، فما نستعجلش في الحتة دي، لإن الباب جديد بالكامل، ما كانش موجود قبل كده في قانون العمل القديم. أوكي؟ طيب واتكلم عن الشركات اللي بتقدم خدمات زي ABS سواء توظيف أو استشارات، واللي سماها وكالات التشغيل الخاصة، اللي هي بتقدم لك خدمة أو service. ودي كانت حاجة ظريفة جدًا إنه بدأ ينظم العلاقة ما بين العامل وبين العمل حتى لو في شكل بسيط. طيب وعمل حاجة اسمها الوكلاء المفوضون. يعني إيه وكلاء مفوضون؟ اللي إحنا قُلنا عليها من شوية كان في قانون التأمينات بيسموه المدير المسؤول. يعني إيه وكيل مفوض؟ يعني أنا كصاحب عمل بافوّض لك بعض الصلاحيات إن أنت ممكن تاخد قرارات مكاني.